طيب النهاردة هنتكلم عن العدسات. تمام. مهم جدا نعرف أنواع العدسات. أبسط حاجة إن احنا عندنا نوعين من العدسات. النوع الأولاني العدسات المقعرة، وعندنا عدسات محدبة. العدسات المقعرة، هو طبعا رسم العدسة ممكن يبقى صعب شوية. لو بصيت لها من ناحيتين العدسة بتبقى إلى حد ما متماثلة، فأنا ممكن إن أنا أرسم خط في النص بيقسمها نصين. لو افترضت إن ده جزء من الكرة فهو الجزء الداخلي للكرة. لو افترضنا إن ده الشعاع، فالشعاع بيسقط في الاتجاه ده، وبعد كده بينكسر أو بيتغير مساره لما يخرج من الناحية التانية. النقطة التانية اللي محتاجين نعرفها برضو إن هو كل العدسات ليها خط أو المحور الأصلي بتاعها، وده على أساسه احنا بنحسب مسار الضوء، وهنتكلم عليه باستفاضة كمان شوية. النوع التاني من العدسات اللي هو العدسات المحدبة. عدسات المحدبة، يا رب بس تطلع صح، يعني إلى حد ما دي عدسة محدبة برضو زي ما قلنا في المحور الأصلي بتاعها، والشعاع الضوء بيجي وينكسر طبعا زي ما هنشوف في المسائل اللي احنا هنتكلم عليها في العدسة. أهم حاجة محتاجين نفهمها ونعرفها، خلينا نختار لون تاني مثلا. فكرة عمل العدسات بتعتمد على إن الضوء بيمشي ما بين مادتين. أول مادة اللي هي الهواء، والمادة التانية الزجاج، وبيعتمد على حاجة اسمها معامل الانكسار. طيب، معامل الانكسار مختلف في الهواء عنه للزجاج. اللي بيحصل إن الضوء لما بيمشي بيعدي ما بين الهواء والزجاج، اللي بيحصل إن معامل الانكسار بتاع الزجاج أعلى من معامل الانكسار بتاع الهواء. الفكرة ان معامل الانكسار بيعمل عملية ابطاء لسرعة الضوء، بيعمل عملية ابطاء لسرعة الضوء. طيب خلينا ناخد مثال على العدسات المحدبة. ماشي، العدسات المحدبة هنحاول نرسم عدسة. ادي عدسة، وادي المحور الاصلي بتاعي. اوكي، خلينا برضو نمده من ناحيتين عشان الرسمة تبقى واضحة. في نقطتين مهمين جدا لما نيجي نتكلم في أي رسمة ليها علاقة بالعدسات. كل عدسة ليها نقطة اسمها البؤرة بتاعتها، تمام، وليها برضو نقطة تانية بتبعد نفس المسافة ما بين البؤر. يعني دي زي ما هنقول دي حاجة اسمها البعد البؤري، ودي 2 البعد البؤري، دي دبل المسافة. ماشي، العدسة الضوء ممكن يجيلها من هنا، وممكن الضوء يجيلها من هنا، وبالتالي برضو ليها بؤرة هنا على نفس المسافة، وليها برضو نفس النقطة اللي هي 2 البعد البؤري. فالضوء ممكن يجي من أي اتجاه للعدسة. خلينا نشوف لو عندنا شعاع ضوء جاي، هنشوف ازاي هينكسر في العدسة. أنا عندي شعاع ضوء جاي في الاتجاه ده. خلينا عشان نعرف ايه اللي هيحصل هنا، خلينا ناخدها نرسم الرسمة مكبرة شوية هنا على اليمين. خليني أكني كبرت الحتة دي هنا. اوكي، دي العدسة، وادي شعاع الضوء بيخبط في العدسة. احنا قلنا ان الفرق في فكرة العدسات ان انا معامل الانكسار في الهواء غير معامل الانكسار في الازاز. انا هشبه شعاع الضوء ده اكنه عربية. افترض ان هي عربية عندها كاوتشتين، 2 فوق و2 تحت، وماشية في الاتجاه ده. العربية دي لما بتصطدم بالازاز اللي بيحصل، اول حاجة بتصطدم بالازاز اللي هم الكاوتشتين هنا، واحنا عارفين ان معامل الانكسار بيعمل عملية ابطاء لسرعة الضوء، اكني بعمل فرامل. فلو افترضت ان العجلة او العربية ماشية في الاتجاه ده، اول عجلتين هيلمسوا السطح الزجاجي هيحصل لهم عملية ابطاء او فرملة.
في حين العجلتين دولت هيفضلوا ماشيين. ايه اللي هيحصل لو انت فرملت العجلتين دولت؟ هتلاقي ان العربية بدأت تنحرف في الاتجاه ده. هو ده اللي بيحصل بالظبط، ان انت الضوء ماشي في الاتجاه ده وفجأة حصل عملية انكسار في الاتجاه ده. ليه؟ عشان انا فرملت الجانب ده اصطدم بالزجاج قبل الجانب ده من الشعاع وانحرف للناحية دي. طيب، وهو خارج ايه اللي هيحصل؟ هيخرج من الزجاج للهواء، برضه هيحصل عملية انكسار. يمكن الخطوط هنا مش مستقيمة قوي، ولكن برضه هيحصل عملية انكسار، فهينكسر مرتين. وعشان بس نبسط المثال، احنا بنعتمد ان احنا اكننا بنرسم خط واحد وانكسر مرة واحدة، ولكن هو بينكسر مرتين، اول مرة من الهواء للزجاج وتاني مرة من الزجاج للهواء. اي شعاع بيسقط على العدسة بينكسر فين؟ في البؤرة. عشان كده احنا سميناها بؤرة، سواء الشعاع جاي من اليمين او جاي من الشمال. طبعا هيبقى في امثله كتيره جدا لما نيجي نعرف ان احنا مثلا عندنا جسم موجود هنا، عايزين نشوف الصوره المكونه للعدسه دي، الصوره للجسم ده نتيجه مرور الاشعه اللي طالعه منها للعدسه، وده هناخده في درس تاني بامثله اوضح.